السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متتبعي الكرام، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، صحتكم جيدة وأحوالكم طيبة يا رب. شكرا بزاف على كلامكم الجميل، شكرا بزاف على تشجيعاتكم، ما شاء الله غنواصل، يعني واخا ما كاينش داك التفاعل بزاف غنواصل. وصفة اليوم هي عبارة عن شاركت معكم فطوري صباحي، فطور صحي. ما شاء الله يعجبكم، في وصفات جد صحية وسهلة بزاف. إلا كانت يعجبكم بحال هذا الروتين ديال وصفات، يعني ديال فطور كامل ولا عشاء ولا غداء، قولوها ليا نشاركها معكم ان شاء الله. عندي هنا شوفان، انا خديته طحنته، يمكن تاخذوه من عند العطار مطحون الا كان متوفر، ما كانش طحنوه من الاحسن في الدار. عندي 300 غرام ديال الشوفان، تقريبا جوج 3 الكيسان ديال العنبه، وجوج معالق كبار ديال بودر الشيا، وعندي جوج معالق كبار ديال زنجلان السمسم الابيض. الا ما كانش متوفر الجلجلان ممكن تستعملوا الابيض، ممكن تستعملوا الجلجلان العادي، ولا ما كانش متوفر بودر الشيا عندكم استعملوا بودر الكتان، يعني عطيتكم البديل. هنا عندي شويه الملح، شويه الخميره ديال الدار، وعندي معلقه عسل طبيعي. ما كانش عسل طبيعي ممكن تستغناو عليه وما تضيفوش السكر ابيض، لان هذه وصفه من الاحسن تكون بقى طبيعيه، يعني صحيه، اشياء طبيعيه متوفره عندنا. ما كانش متوفره ماشي مشكل. هادو هما المقادير. غنضيف عليهم كاس ديال الماء عادي. وبالنسبه للخليط غادي يكون سائل. علاش سائل؟ لان الشوفان تيتشرب وبذور الشيا تتمتص دوك السوائل تتشرب كذلك، غادي تنفخوا وغادي يولي عندنا بحال العجين. يعني ما تخلعوش، شفتوا هذا الخليط هكا سائل، ما تخلعوش. يعني هذه هي الوصفه، تيكون الخليط بحال هكا. غنخلي واحد نصف ساعه تقريبا مرتاح. في هذه الاثناء انا غنكمل الوصفات الاخرين ان شاء الله ونرجعوا ليها. عندي هنا عنمر الوصفه ديال الحرشه. عندي نصف كيلو ديال السميد رقيق، معلقه صغيره الملحه، عندي ربع كاس ديال زيت الزيتون، عندي معلقه صغيره ديال العسل الطبيعي حتى تعطينا داك اللون ديال التحمار ديال الحرشه، تيجي رائع. ما كانش متوفر ماشي مشكل. عندي خماره 7 غرام، وعندي فاني 7 غرام. اللي ما عندوش العسل يكتفي فقط بالفاني. صافي تنخلط هاد العناصر مزيان، تشرب مزيان ديك السميده ديك الزويته، تشربها مزيان. من بعد عادي نجيب اناء وغنقص منها شويه باش غنكرس بهم. هاد الطريقه تجي في الحرشه رائعه وما تتحرقش. يعني من سر نجاح الوصفه هاد الطريقه، يعني التزموا يعني بالطريقه. هنا تنعمل الماء وتيكون شويه سائل، ما تخافوش راه تشرب السميده، ها هي تشربات. انا غنجمعها في بلاصتها وغنكورها في بلاصتها، ويعني ما تخافوش، يعني هاد الطريقه غتجيكم ساهله. كاين تيخاف ان الحرشه تبقى يعني تطيح ليه من يديه، يعني ما تيتحكمش فيها. هاد الطريقه يعني غتجيكم ساهله، هانتوما تشوفوها في الاناء ديالها غنكورها بلا ما نهزها في يديا هانتوما، وتنحطها في المقلاة. تجي طريقه بسيطه ورائعه وما تشدش الوقت، يعني وما تخافوش انها تطيح لكم من يديكم ولا تقسم. تنقرص هنا الحرشه ديالي، يعني يكون السمك ديالها متوسط، ما يكونش رقيق وما يكونش كذلك يعني غليظ. الحرشه من الاحسن تكون السمك ديالها متوسط. تنقرصها مزيان. النار غتكون متوسطه، ما تكونش مهيله وما تكونش مجهده، يعني ضروري. انا غنعملها فوق النار ونتكا بشويه السكين، يعني وهي تقيبات باش ما تنفخش. فهاد الاثناء غنمر باش نحضر الديتوكس الصباحي. هاد الديتوكس الصباحي يعني زوين، تنقي الكبد، لان تعرفوا البربه الشمندر هو صديق الكبد، والتفاح كذلك. والبرتقال. انا ما كانش عندي المعدنوس، كان عندي القزبر، من الاحسن تستعملوا المعدنوس، يعني وصفه معها يعني تيكون ديتوكس متكامل. انا غنستعمل هنا الماء مغلي شويه. من الاحسن الا كان عندكم ماء معدني من الاحسن، ما تعملوش ماء الصنبور لانه ديتوكس على الصباح. يعني من الاحسن غنخلطوه في الخلاط، من بعد غنخلطوه غنصفيه ونخليه واحد شويه يدفى وغنشربوه. يعني غتشربوه قبل الماكله، هذا قبل الاكل، يعني ضروري ما تخليوش بعد الاكل، قبل الاكل واحد نص ساعه عاد بدات تفطروا. هنا الحرشه ديالي راه بدات تحمرت على الواجهه، غنقلبها على الواجهه الثانيه. في هذه الاثناء نشوف العجين ديال الشوفان
غيكون ها هو تشرب. شفتوا راه ما بقاش. هنا غنضيف واحد 3 معلقات ديال دقيق الشوفان ولا دقيق القمح الكامل اللي كان عندكم ماشي مشكل. المهم يكون الشوفان يعني نسبة 90% تكون شوفان ضروري. هنا الحرشة راه طابت، هانتوما شتي كتجي رائعه بدون حليب ولا زبده ولا اضافات اخرى، تمشي بسيطه. ان شاء الله غنشارك معكم وصفات اخرى ديال الحرشه في الفيديوهات المقبله ان شاء الله. هنا ها العجين ديالنا هانتوما تشوفوا تشرب، خاص يكون بحال هكا القوام ديالو بحال هكا. غنجيب شويه تاع الشوفان غنحطو غنقرصو غنعملو كويرات بحال شكل بطبوط صغير بحال ميني بطبوط. هاد النوع ديال هاد الخبز الاقراص ما تينتفخش حتى السم ديالو تيجي رقيق، يعني تعتمدوه بالنسبه للناس يعني الرياضيين، الناس السكريين، الناس اللي تيتبعوا ريجيم. والاهم هذا انه صديق يعني القولون المصارين. الشوفان خفيف بزاف على المصران وعلى المعده اللي عندهم ناس عندهم مشاكل في الجهاز الهضمي، حتىش مشكل ديال دقيق القمح الكامل ولا الابيض، يعني بالنسبه للامتصاص ديالو تيكون صعيب خصوصا في الامعاء الدقيقه، تيولد غازات ومشاكل. ودوك الالياف اللي تيكونوا في القمح الكامل كاين الناس اللي عندهم حساسيه منهم، يعني لهذا تعتبر الشوفان يعني صديق للامعاء بالنسبه للناس اللي عندهم ضعف في الجهاز الهضمي. هنا تنعملهم بحال الكويرات وتنقرصهم بحال ميني بطبوط. صافي نكملهم هكا كاملهم وتنعملهم في واحد يعني منديل فوق لاطا. يعني فاش نكملهم انا مباشره غنطيبهم، يعني ما عاديش نخليهم تيختمروا ولا هذا، لا مباشره غنطيبهم. يعني ما تياخذوش وقت من غير داك وقت ديال يعني الاولاني تشرب دوك السوائل ديال البذور الشيا والشوفان. هذا هو الشكل ديالهم، يعني هكا غيكونوا بحال هكا. غنجيب مقلاس غنسخنها وغنبدا نطيب فيهم، راه ما تياخذوش الوقت بزاف. ما كنتعملوا منهم كميه كبيره. الناس اللي تيكونوا يعني الناس اللي تيكونوا في الخدمه ولا يعني من غير الناس تيكونوا في الخدمه، يعني تبغي تاكلهم في اي وقت ممكن تحتفظ بهم في المجمد. تعملهم كميه كبيره وتعملوهم في مناديل، يعني تقسموهم وتعملوهم في مناديل، وكل نهار تجبدوا يعني قياس ديالكم 2 3 ولا 4 الحبات. غتسخنوهم واحد شويه فوق المقلاس ولا تسخنوهم في يعني فرن ولا في بانيني ولا في اي زعما في اي حاجه نتوما ترتاحوا ليها وتستعملوهم. انا هما تيجيو شفتوا هنا تيجيو محمرين والتسم ديالهم تيجي رائع، يعني تياخذوش وقت. وفكره جديده يعني انكم تاكلوا خبز ديال الشوفان، خصوصا الناس اللي مريضه والناس اللي تتبع حميه رياضيه. يعني بالنسبه للناس الرياضيين راه مهم ليهم وبزاف ما تيبيش ياكلوا الخبز. هذه فرصه باش تاكلوا الخبز لان هذا الخبز غني بالبروتين. هنا كالمرافقات ديالو انا غنقول لكم هنا باش نرافق هذا الخبز. هنا عندي سبانخ، ربطات السبانخ، شويه زيت الزيتون وشويه الفلفل الاسود وشويه الكمون شوي. غنعملهم فوق النار. انا غنستعمل معاهم البيض. هنا عندي زبده ديال اللوز، عندي جبن الماعز، عندي زيتون، عندي عسل، عندي فواكه. غتشوفوا باش غنرافق هاد الاقراص ديال الشوفان، هاد البطبوط ديال الشوفان يعني صغور، يعني افكار جديده. ان شاء الله انا متاكد انها تعجبكم وعجبكم حاجه مغيره وفي نفس الوقت صحيه. تنعمل دوك السبانخ في المقلاة وتنعملهم يتقلاو واحد شويه فوق النار، ماشي بزاف، ما نخليهمش حتى يتحرقوا لان تيفقدوا القيمه الغذائيه ديالهم. يعني فقط النار تكون متوسطه، فقط واحد 3 دقائق لا اكثر. في هذه الاثناء انا باقا تنطيب دوك البيضات ديال الشوفان. تنعمل هنا انا عملت هنا 2 بيض البيض وبيضه كامله. هاد الفكره تعرفوها الناس الرياضيين. صافي هاد الطريقه هكا. انا هاد الطريقه الاولى غنعمل بالسبانخ والبيض، وخصوصا بيض البيض تيكون فيهم كتير. تنعمل فوقهم يعني بحال شكل برجر يعني تيجيو ولا بيتزا تيجيو يعني رائعين بالنسبه للفطور. هنا هادو غنعملهم بالسبانخ والبيض والزيتون الاسود. بالنسبه للاقراص الاخرين انا عطيتكم افكار ليهم. هنا عندي زبده ديال اللوز، ولا عندكم زبده ديال الكاكاو اللي كان متوفر، ولا املو اللي كان متوفر. هاد الزبده ممكن تعملوها
في الدار. يعني الا بغيتو وصفه ديال انواع الزبده ديال الكاوكاو ولا ديال اللوز ويمكن تقولوها ليا نشاركها معكم ان شاء الله. غادي يعني هادي صنع منزلي ماشي ديال ماشي ماشي اللي في يعني في السوبر يعني في الاسواق. هنا عندي جبن الماعز، من الاحسن يكون جبن طبيعي، من الاحسن شوفوا جبن طبيعي. ما كانش متوفر جبن طبيعي، زيت الزيتون ولا هاد الزبدات ديال اللوز ولا زبده الكاوكاو شي حاجه طبيعيه من الاحسن. هذوك الاجبال الاخرى راه اغلبيتهم مهدرجه، راه ما صحيينش. عمل معاهم شويه تاع عسل طبيعي. انا نعمل معاهم شويه الفواكه اللي متوفره عندكم في الدار، ماشي بالضبط الفواكه اللي استعملت انا استعملت شويه تاع الاشجار وشويه تاع الكيوي. بالنسبه لهنا استعملت شويه تاع البيض والجبن كذلك تيجيو وما طيبوش بزاف، غضيف معاه واحد شويه الحليب، ما طيبوش بزاف، تيجي بحال قوام كريمي. يعني افكار تاع لكم وانتم شوفوا، يعني يمكن تضيفوا افكار تبدعوا فيها اكثر مني. انا هادوما يعني وصفات اللي تنستعمل بزاف في الصباح عندي، تقريبا واحد 3 ل 4 مرات في الاسبوع ان شاء الله. غنشارك معكم روتين ديال الوصفات ديال الصباح ان شاء الله، ولا ديال الغداء ولا ديال العشاء الا كان. يعني مثل هاد الوصفات تعجبكم. هذا هو الشكل النهائي ديالهم. يعني بالنسبه للتقديم انا قدمتهم هكا، نتوما تقدموا اي شكل بغيتو كفكره. يعني عطيتها لكم وصفات جد صحيه ومفيده بزاف بزاف للوليدات ديالنا، مفيده لينا حنا، مفيده بزاف يعني لوالدينا. يعني راه غنيه جدا. الناس اللي عندهم مشاكل السكري هذه الوصفه رائعه بزاف ليهم بزاف. هذا هو الديتوكس، يعني مرة يعني منقي موسيسيموم، يعني تغسلوا به يعني معدتكم الصباح. من الاحسن تبداو بحاجه صحيه. الحرشه ديالنا تجي رائعه كذلك، يعني بزيت الزيتون والماء فقط بدون اضافات. هذه الوصفات نتمنى ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. ولا كانت تعجبكم بحال هاد الوصفات ان شاء الله نشارك معكم وصفات ديال الغداء ولا ديال العشاء ان شاء الله. لما لا. شكرا لكم بزاف، وشكرا على التشجيعات ديالكم، وشكرا على كلامكم الجميل. يعني ان شاء الله غنواصل، واخا ما كاينش التفاعل ان شاء الله نواصل، على الاقل ناخذ اجر يعني في سبيل الله. يعني سواء واحد نشارك معكم افكار يعني اللي تنتبعها انا. شكرا لكم بزاف، شكرا يعني لكلامكم الجميل، شكرا للتشجيعات ديالكم. نتمنى وصلت لي ان شاء الله تعجبكم. كيف ديما ما تنساوش الوليد ديالكم، الاذكار ديالكم. الله يجزيكم بخير كيف ما كان اليوم ديالكم. شكرا لكم بزاف، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.